السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة. في مشكلة في العربية لما أجي أدوس فرامل بسمع صوت تخبيط. تمام. طبعا لما فكينا كده العجلة بدأنا كده بنشوف فيه هنا حز في الطنبورة نفسها زي ما احنا شايفين كده. طبعا فكينا الجهاز بتاع الفرامل، بدأنا نبص على التيل نفسه، لقينا التيل زي ما احنا شايفين كده برضو متاكل كده ومتسروخ نتيجة إن هو بيحف في الطنبورة. طب ده سببه إيه؟ زي ما احنا شايفين كده ده التيل بتاع العربية أصلا، يعني مش تيل بتاع عربية تانية ولا حاجة، وده الطنبورة بتاع العربية. ولكن هنا لما جينا ندور كده على أساس المشكلة إن الصوت اللي بيحصل معايا والاحتكاك ده والتآكل اللي كان ما بين التيل والطنابير نفسها بس من المكان ده، لقينا إن التيل نفسه مكفي من تحت، قافل على الطنبورة من تحت. فلما جينا نبص كده لقينا هنا في مشكلة. طبعا المفروض جهاز الكاليبر الجهاز دوت بيبقى مربوط، الجهاز ده نفسه بيبقى مربوط بمسمارين زي ما احنا شايفين كده، مسمار هنا ومسمار هنا. المسمار ده مش موجود تقريبا، الفني اللي غير له قبل كده او غير الجهاز ده قبل كده ربط ده وما ربطش ده. كانت ايه النتيجه بقى؟ لما بتيجي حضرتك بتدوس فرامل، بتدوس هنا فرامل، ايه اللي بيحصل؟ بيجي مكان المسمار دوت بيقفل نفسه، الجهاز نفسه بيتحرك فبيعصر على الطنبوره نفسها، فيبدا يعمل الاحتكاك اللي احنا شايفينه ويخلي معاك تآكل ما بين التيل والطنابير. طبعا دي حاجه بسيطه جدا وحلها بسيط جدا. موضوع الفك والتركيب، ان انا كفني لما اجي افك ما انساش اللي انا فكيته واركبه كله تاني بالترتيب العكسي. بشكركم على حسن المشاهدة، ولما نحب النوعيات دي من الفيديوهات ممكن نعمل اشتراك في القناة، نفعل الجرس، نعمل شير لو عايز تفيد غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.